شوف، مفيش مبرر في الدنيا يقول إنك تكون عندك ورقة رابحة زي اللاعب ده وما تحاولش تضمه، ولما يكون عندك عجز واضح في المكان اللي بيلعب فيه فواجب عليك الاهتمام بيه بشكل كبير جدا، خصوصا في الكواليتي اللي بيلعب فيه لأنه أفضل من أي لاعب تاني. وكلام هنا عن اللاعب المصري كاميرون إسماعيل اللي بيلعب في نادي أرسنال واللي معاه الجنسية المصرية والإنجليزية، واللي أرتيتا صعده للفريق الأول. أرتيتا صعده بس المدربين المصريين مش مقتنعين بيه أو ما عندهمش اهتمام إنه يكون موجود مع منتخب مصر. كاميرون لاعب مصري عنده 18 سنة حاليا، والده مصري وأمه نيجيرية، ولكنه اتولد في إنجلترا. بدأ رحلته مع أرسنال في سن 15 سنة وأثبت نفسه بسرعة لحد ما بقى أساسي مع فريق الشباب. واللي يعرف أرسنال يعرف إنهم مش بيجاملوا حد، واللعب هناك بالمستوى والموهبة فقط مش اي كلام تاني. كاميرون بيلعب باك ليفت، مركز كلنا عارفين انه من اكتر المراكز اللي عندنا فيها مشكله في منتخب مصر، سواء الشباب او الناشئين او حتى المنتخب الاول، خصوصا بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم وجود بديل واضح او حتى اساسي. يعني مثلا الباك ليفت الوحيد في قائمه حسام حسن كان احمد نبيل كوكا، اللي اصلا ده مش مركزه. مش هقول لك ينضم لمنتخب مصر الاول على طول، لا، ولكن هو فين من منتخب الشباب؟ يمكن في 2023 الجهاز الفني لمنتخب الشباب اللي كان بيدربه وقتها وائل رياض ضم اللاعب للقائمه فعلا، ولكن بعد كده اختفى، مفيش اي كلام انه يكون موجود مع منتخب مصر. وسيم احمد اتكلم عنه اكتر من مره، اللي بالمناسبه بيبذل مجهود كبير جدا علشان يظهر كل اللاعبين المغتربين او اللي اصولهم مصريه في اوروبا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كاميرون الموسم الحالي شارك مع أرسنال في 11 مباراة في الدوري وقدر يصنع هدفين. لاعب هجوميا مميز جدا، كورته كويسة، سريع، عنده التكملة بشكل ممتاز، تحركاته في الملعب فيها إيجابية كبيرة، لاعب فعلا على المستوى الهجومي هايل. واحنا طبعا ما عندناش ظهير ايسر هجومي بشكل كبير، يمكن فتوح ولكن مش موجود حاليا. وطبعا مش بقولك انه لاعب سوبر في الوقت الحالي، بس بقولك انه تأسيس مختلف، كواليتي مختلف، لاعب عنده امكانيات فعلا مبشره على ابعد مدى، ولاعب على المستوى الهجومي هايل، ولكن على المستوى الدفاعي عنده الثغره واضحه جدا. وتقريبا كل الفرق اللي واجهوا ارسنال الموسم الحالي بتلعب على غلطات كاميرون اسماعيل، لانه لاعب تمركزاته الدفاعيه مش افضل حاجه، التغطيه برضه مش سوبر، الضغط بتاعه برضه مش ايجابي. ولكن بنتكلم حاليا على لاعب عنده امش تطور كبير ان شاء الله، بيلعب في كواليتي عالي، 18 سنه، لسه قدامه مستقبل واعد جدا، فليه لا ما يكونش موجود الفتره اللي جايه؟ اتمنى الناس تهتم، اتمنى يكون موجود مع منتخب مصر، لاننا عندنا عجز واضح في المكان ده، ولانه لاعب مختلف، لاعب زي ما قلت لك خامه وتاسيس مختلف تماما عن اي لاعب هتضمه من الدوري المصري. واللي بالمناسبة مفيش اللاعب اللي يلفت نظرك في المكان ده، سواء مع منتخب الناشئين أو حتى الشباب أو المنتخب الأول. ولحد هنا الصديقة أنا خلصت كلامي، قلت وجهة نظري، وشايف إن اللاعب لسه قدامه كتير يقدمه، شايف إنه مش سوبر في الوقت الحالي ولكن مبشر، عنده بعض السلبيات لو اشتغل عليها هيكون لاعب مميز جدا. وأتمنى الاتحاد المصري أو المديرين الفنيين للمنتخبات المصرية يهتموا باللاعب ويضموا اللاعب في أسرع وقت، لأن أعتقد لو موجود مع الفريق الأول لأرسنال اكيد يعني هيكون موجود مع المنتخب الانجليزي، فلازم نتحرك، ولازم كاميرون يكون موجود مع منتخب مصر الفترة اللي جاية. اتمنى تقول لي رايك في اللعب في الكومنتات تحت، هل بتشوف ان لو انضم لمنتخب مصر سواء للشباب او حتى الاول هيقدر يقدم اضافة، ولا انت شايف ايه؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها اسيست، بنتكلم كتير في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.